يجمع قلبين في عش واحد دون سابق عهد باللقاء، فتنبت بينهما الرحمة والوفاء، وبذلك يكون آية منه. والزواج سبيل الصالحين، واتباع لسنة المرسلين، والانقطاع عنه والزهد فيه شعار الجاهلين، وطريق المخفقين فيه. أيها المسلمون، الزواج في الإسلام اطمئنان واستقرار، وراحة وهناء، وطهارة ونقاء، وعزة ورفعة، وإحصان وعفة، وغض للبصر عن الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. والزواج مودة وسكن يجمع قلبين في عش واحد دون سابق عهد باللقاء، فتنبت بينهما الرحمة والوفاء، وبذلك يكون آية من آيات الله في خلقه. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الروم 21. والزواج حفظ للأنساب، ووسيلة للتآلف والاجتماع بين الأسر المتباعدة، فبه تصبح تلك الأسر متآزرة قوية. والزواج بناء لأسرة جديدة في المجتمع تحفظه من الفواحش، وترفده بالعطاء السخي من الأعمال النافعة والذرية الصالحة، فإن الزوج يشعر بالمسؤولية فينطلق لطلب الرزق والعمل فينفع نفسه وينفع مجتمعه بدلا من الفراغ القاتل الذي يعانيه بعض العاطلين عن الزواج. والزواج تكثير للأمة المحمدية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة. رواه أحمد. والزواج سبيل الصالحين، واتباع لسنة المرسلين، والانقطاع عنه والزهد فيه شعار الجاهلين، وطريق المخفقين في حياتهم. قال الله تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. الرعد 38.